واقول لك على حاجه اقسم بالله العظيم تخلي الراجل ده يعني خلاص بقى هو بيعشق كده او دايما عايز يتكلم معاكي. لو انت عايزه بقى اللي هو ايه يتكلم معاكي كتير او يبقى قرب منك او انت بتغيري من ان هو بيقعد مع اصحابه كتير او كده، دايما خليكي فخوره باي حاجه هو بيعملها. بصي طلع النهارده نزل اشترى كيلو سكر، انت ازاي كده؟ انت عملت ده ازاي؟ او مشروع مثلا هو عمله وهو لسه والمشروع فاشل وانت كنت شايف ان هو فاشل. انت ايه المشروع ده؟ ده انت هتبقى اكبر مستثمر في العالم، ده انت مش عارف. طول ما انت دايما ملياه باحساس التقدير والفخر ده، هو هيبقى يعني بص بيعشق الكلام معاكي وبيحب يتكلم معاكي جدا. ولو هو جوزك يبقى تدلعي عليه، خليكي رقيقه معاه او كده. حاجات تخليكي احيانا تبقي خليكي كسوفه واللي هو مكسوفه في حاجات، واحيانا لا ده يبقى العكس تبقى انت جريئه في حاجات وكده علشان برضو ما يملش. لان لو هو مثلا كل ما يجي يتكلم معاكي في حاجه لاقيك انت بقى مكسوفه ومقفله وكده، ممكن يتقفل منك. كنت شقي، انت كنت بتعمل ايه؟ طب زوغت من المدرسه قبل كده؟ الحاجات دي احنا برضو بنحب نتكلم في الطفوله، بنحب نتكلم في الذكريات، بنحب نتكلم في الحاجات دي. وعايزك كمان تصاحبيه، يعني لما تيجي تتكلمي معاه في موضوع او كده، بلاش جو اللي هو تبقي انت امه ده او اللي هو بتحكمي عليه في كل حاجه. ده انا عملت لك مثلا الاكل اللي انت بتحبه او العشوه اللي انت بتحبها، شغلي له فيلم هو بيحبه مثلا لو هو متابع سلسله افلام معينه، شغلي له ماتش كوره هو بيحبه واقعدي معاه وروحي مثلا البسي هدوم بتاعه الكوره او كده. دي اقسم بالله تخليه يعني خلاص هو اي حاجه بعد كده هو اللي هيبقى عايز يتكلم معاك. اديكوا شويه اسرار كده عن الراجل ومواضيع هو بيحب يتكلم فيها وحاجات من دي. الرجاله معلش اضطر اقول كل حاجه انا بحبها.